السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم. شركة جرين جولد للتوريدات العامة والإنتاج الحيواني ترحب بكم. بالبداية نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا اتكلمنا عن العجول الرضيعة ومشروع العجول الرضيعة كتير، والنهاردة بناخدكم في جولة إلى مزارعنا عشان خاطر نعرض لحضراتكم منتجات شركة جرين جولد وكل الشركات المنضمة إلى كيان شركة جرين جولد. طبعا احنا عندنا النهاردة اتكلمنا على العجول الرضيعة من أول عمر 10 أيام إلى بعد الفطام. طبعا على حسب ما هيعرض الفيديو حضراتكم دلوقتي إن العجول الرضيعة بمختلف أنواعها. بنعرض لحضراتكم الأعمار اللي موجودة والأوزان. برضو عندنا العجول اللي هي الأوكران المستوردة اللي هي بتبدأ من أوزان 250 كيلو إلى 350 كيلو. برضو طبعا بنعرضها لحضراتكم النهاردة إن شاء الله. فيديو خفيف وظريف إن شاء الله هيعجب حضراتكم. طبعا الناس العملاء او المتابعين لشركه جرين جولد وقناه شركه جرين جولد بيسالونا دايما انت ما بتعرضش الاسعار ليه؟ لان طبعا احنا النهارده في السوق المصري ما فيش سعر ثابت، يا اما السعر فيه هبوط او في صعود. وطبعا الفيديو ده خاص بالقناه، يعرض في اي وقت للمتابعين عشان يتعرفوا على منتجات شركه جرين جولد، وبالتالي لا داعي لعرض الاسعار لان الفيديو مش لحين فقط، دايما هيكون متواجد على قناه شركه جرين جولد للي بيتابع القناة أو بيبحث عن المنتجات فبيلاقي الفيديو، فما ينفعش إن أنا أذكر سعر والفيديو يكون عدى عليه سنة أو سنتين أو هكذا. لازم نعرض السعر في حينه، وطبعا اللي هو عنده جدية التعامل فيتصل على الأرقام اللي هتبقى مبينة على الشاشة أو اللي هتبقى موجودة في البوست إن شاء الله. النهاردة بنعرض لحضراتكم أيضا العجلات اللي هي تحت العشار والعجلات اللي هي بعد الفطام، وبرضو عندنا العجلات الهولشتاين اللي هي من عمر 10 أيام 15 يوم إلى بعد الفطام، والعجلات اللي هي ما بعد الفطام 6 شهور 7 شهور 8 شهور، والعجلات اللي هي وزن من 300 ل 350 اللي هي جاهزة للعشار حاليا، والأبقار العشار اللي هي من عشر 6 إلى عشر 8. أيضا بنعرض لحضراتكم العجول التربية اللي هي من أوزان 200 ل 250، وبنعرض لحضراتكم الأبقار اللي هي عشر ولبن موجودة برضو. طبعا عندنا إن شاء الله بنطلع دفعة كبيرة جدا من الأبقار العشر واللبن، والأبقار اللي هي لبن فقط، والأبقار اللي هي مجففة عدت الشهر السابع. طبعا بمختلف الأنواع سيمنتال وهولشتاين وبراون ومونبليار. إن شاء الله دي هتكون موجودة عندنا في الشركة بإذنك يا رب. الافتتاح من يوم 10 لغاية يوم 13. عندنا برضو الأبقار اللحم عدد 45 بقرة جاهزين للحم لمدة 24 ساعة لهذا العرض. بالنسبة للأبقار اللحم بالذات 25 بقرة، اللي عاوز يتصل ويحجز إن شاء الله يخش معانا بإذنك يا رب عشان خاطر يبقى ليه نصيب في صفقة الأبقار اللي هي ال45 بقرة لحم إن شاء الله. دلوقتي طبعا العجول أنا النهاردة لما أجي أسعر أسعار شركة جرين جولد ما أتقارنش مع أي شركة تانية، كل واحد بيبيع على حسب المنتج اللي عنده وعلى حسب جودة العجول. فأنا طبعا عاوز أنوه إن عندنا العجول بسم الله ما شاء الله ولادات جيل تاني وتالت، يعني موسم تاني أو موسم تالت، يعني البقرة ولدت ولد قبل كده وده طبعا التاني أو التالت. فالعجل بيتراوح وزنه من 40 ل 42 ويوصل ل 45 كيلو، مش هيقارن بالعجول اللي هي أوزانها 30 35 كيلو. طبعا دي حاجة مميزة جدا، إلى جانب التحصينات اللي ما قبل الولادة اللي هي ضد الأربع فيروسات. والنهاردة إن شاء الله بنحصن برضو العجول بعد الولادة على طول ب7 ساعات الكاف جارد اللي هو ضد الأربع فيروسات الخطيرة للإسهالات، ودي أخطر حاجة بالنسبة للعجول. بالنسبة للعجول الرضيعة ده مشروع تأسيسي بيخدم كل الفئات اللي هي الناس اللي هي عندها مزارع تسمين، لان مزرعة التسمين دي طبعا اللي بيعرضها لحضراتكم دلوقتي دي عجلات إناث عمر شهرين و3 شهور وعمر 100 يوم و120 يوم.
بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين حيوية وجودة العجلات. طبعا شركة جرين جولد كل ما هو يتعلق بعالم الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية متواجد عندنا. طلبك موجود إن شاء الله بإذنك يا رب، ما عليك إلا الاتصال. دي عجول برضو طبعا التربية اللي احنا ذكرناها من بدري، أوزان من 280 لغاية 300 و250 لغاية 300 ومن 300 لغاية 350. بنعرض لكم كل المحطات التابعة لشركة جرين جولد. ونرجع تاني للحديث عن العجول الهولشتاين والمرحلة اللي انت بتمهد بها لأي مزرعة بتحب ان هي تخش في مجال التسمين، وبتختار اصغر عجل. طبعا العجول اللي هي الرضيعة انت بتطلع حضرتك بعد 3 شهور من وزن 90 ل 100 كيلو. ده طبعا طلب بنسبة 90% من كافة المزارع أو المربيين على هذا النوع من العجول وعلى هذا الوزن بالذات تحديدا. ديت عجلات تحت العشار مباشرة، جاهزة للعشار زي ما بنعرض لحضراتكم كده. طبعا الفيديو تلسكوب يعني ايه حاصل الصورة في مكان معين عشان تراكب الفيديوهات والمحطات مع بعضها ان شاء الله. فبنرجع تاني نقول ان العجل الهولشتاين النهارده احنا بنرجحه كأحد المشاريع الرابحة بإذنك يا رب، بحيث ان هو العجل لو انت خدته 15 يوم، ده المتعارف عليه. لو انت ما عندكش ابقار بتحمل عليها العجول للرضاعة، بتاخد اللبن الصناعي، اللبن الفرنساوي اللي هو 22% بروتين عالي الجودة. الشكارة بتكفي العجل 75 يوم. وإن شاء الله بيطلع العجل عندك على عمر 90 يوم، وزن 90 كيلو. وبرضه ممكن لو أنت مركز شوية معاه في بعض الأعلاف المركزة 23% بادي نامي تسمين عجول رضيعة، بيوصل العجل معك لغاية 100 و110 كيلو. دي الأبقار العشار اللي موجودة عندنا إن شاء الله. الهولشتاين أعشار 6 و7 و8، وإن شاء الله في رواخي. دي برضه موجودة في شركة جرين جولد، دي جاهزة إن شاء الله للتحميل الفوري. نرجع برضو لموضوع العجول الرضيعة. النهاردة لو عندك أبقار هولشتاين، طبعا البقرة بترضع 5 عجول إلى جانب ابنها اللي هي ولدته إن شاء الله، يبقى المجموع عندك 6 عجول. دي برضو عجول طبعا أوكراني مستوردة تاني، أوزان من 280 لغاية 350. بسم الله ما شاء الله. طبعا الحيوية والجودة والصحة العامة على العجول باينة إن شاء الله. كل الحاجات دي موجودة النهاردة للي هو عاوز يدخل دورة تلحق رمضان الكريم إن شاء الله أو العيد الكبير. بسم الله ما شاء الله حسب اختيارك. كل وزن موجود إن شاء الله، ومن إن إحنا ما بنجبرش حد على وزن معين، حسب اختيارك الوزن اللي أنت